الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. لا بروغرامي زاد قناغي دو بابتي فقه شريعت قيشين تلا بري بانزا الوتر، يعني نوجي وتر. فرما مسا سوران بخينا. الوتر سنة مؤكدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. بله نوجي وتر خوش يسكن سنتي كي زور مؤكدة. خوي تعالى خوي وتر وحزي لوتر في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم. وقت كيل بين نوجي عشاء، يعني دوان نوجي عشاء حتى طلوع فجر، حتى وكو بانجي بياني. پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم فرمی خوای تعالی نوجی کی بود ریش کردنا توا که لحمر النعم خیرکی زیاتره. نوجی ویتر لبین نوجی عشاء يعني طلوع فجر بانجي دومي بياني. بله يستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن غلب على ظنه عدم القيام بالليل، كما يستحب تأخيره لمن غلب على ظنه القيام آخر الليل، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. سنة نوجي وتر بليت يا بكري، يعني لسرتاي كاتكي وبكري بو أو كسيك أترسيد نية خبره، وسنة شبو أو كسيك وقماني نية كدية خبره آخر الشو بيكا باشا. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمید کسی ترسا یکم لسرتای شو هل نصید با نوجه ویترکی دعا سرتا بکا، و هر کسی که ایزانی هل نصید با دعای بخات، چون که الصلاة يعني صلاتي دعا خصني شو يعني صلاتي درنگ هو مشهوده، يعني ملائكة عماده أبي وباشتره. صفات الوتر: بله يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة، ويجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. بله طبعا نوجي وتر يشاد ركعتك سلام ذاته أمجا ركعتك تريشك، والدروس شهر سكي بيك وبكي بلام يك تحيات بخيني لآخرة يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وعياكر. بله ويكره أن يصلي الوتر بتشهدين وسلام واحد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يشبه صلاة المغرب. ألا مكروه وكن يوجي مغرب بكي، يعني دور ركعت بكيت وتحيات يكون جالسي تو ركعتك يتربكي سلام نديته، يعني أما مكروه لبروي دعاء وكن يوجي مغرب، يعني وكن مغربي بيته. ويصح الوتر ب5 ركعات وب7، ويجلس في الخامسة أو السابعة فقط، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهم بسلام ولا كلام. نوجي وتر أتواني 5 ركعات بكي بلان تنها يك تحيات لآخرك يا أخواني، يعني حود بكي تنها يك تحيات لآخرك يا بكي. لبر أو حديثانك عائشة فرمي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم شوان 13 ركعات نوجي كرد 5 كرد بويتر يك تحياتي تي آخرنا. ومسلمة فرمي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم جاري وابو حود تي كردو بويتر، يعني 5 كردو بويتر حيث سلامي ناخص بيننا، نا سلام ونا كلام هم ويبيك وأكل والآخرة سلام يهلاوه ويتر كان كشتي بيك يعني أتواني، يعني أم حالتاني كشتي هي يعني. بله ويصلي ب9 ركعات يجلس للتشهد في 8 و9. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9. أتواني نور ركعتيش بكي بيكوا لها اجتمع تحياتك أخواني دعاء الله السيطول لأنه يمشات تحياتي أخير أخواني. أتواني بوشي وش بيكي عائشة برسالة لك درباري وتري في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي يمسي واككي ودزنجكي من بو عماده أكرت في غمر صلى الله عليه وسلم كي باتا يتخبرها للشواء هات خبرها
سیواک یەکرد دەستنوێژ یەگرت 9 ڕکات یەکرد لە بەینانەدا نەشت ئیلا لە 8مانەوێت تەحیات یەخوێنە تەحیات و دوعا ئەمانە یەخوێنە و دوای ئەوە سەلامی نادایەوە هەڵە سیاوە ڕکاتی نوێمیش یەکرد و ئەمجا سەلامی دایەوە بەڵێ عدد ركعات الوتر یعنی ئەمە چەند نەوە چەند جۆرمان باس کرد یەک ڕکاتی یعنی سێ دووی بکەیت و سەلامی بدەیت و ئەمجا هەڵسیت ڕکاتێ 5 بە یەک ڕکات حوت بە یەک عفوا بە یەک سەلام بە یەک تەحیات و یەک سەلام حوت بە یەک تەحیات و یەک سەلام 9 بە دوو تەحیات و یەک سەلام ئەمانە گشتی ئەکرێ بەم شێوازانە کە باسمان کرد ینی نەژی وتر مەجالێکی زۆرتری تایە عدد ركعات الوتر أقله ركعة واحدة لما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم وأدنى الكمال 3 ركعات لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 طبعا ركعة كان ويتر يك ركعة لا كمكي وأدناي كمال يعني كمالكي كمال يعني توابيكي مزبوطيكي لا كمكي هي ولا زوركي هي لا كمكي يعني كمي يعني أويك التواوى ولا كمكي طبعا خوي يك ركعة أبي بلام أوي التواوى كان لا كمكي سيركاته لا زوركي شيء الراتاس دوانزو يانزو سيانزيش لەبەر ئەم حەدیثانە کە لەم بارەوە باس کراوە عایشە فەرموویەتی خوای لە ڕازی بێت پێغەمبەر ویتر یەک ڕکاتە لە ئاخری شەوە و حەدیثی تریشمانەیە کە عایشە فەرمووی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم شەوان هەڵەسات 4 ڕکاتی نوێژ کرد پرسیار مەکەن چەند درێژ و جوانەی کرد ئەمجا 4 ڕکاتی تریش کرد پرسیار مەکەن کە چەند درێژ و جوانەی کرد ئەمجا 3 ڕکاتی کرد بەڵێ أفضل صلاة الوتر باشترين نوێژی ویتر أن يصلي المسلم 11 ركعة وهي أصح الروايات وأكثرها ولا بأس أن يصلي 13 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات فتمان أدناي كمالي أدنى سيه أكثر الكمال كنا يعني أصح الروايات 11 ركعة يانزا وسيانزا شرح أتواني بكي يعني شون يجي ويتركي بيكوا أتواني تيكالي كده بله ما يقرأ المسلم في صلاة الوتر لصلاة الوتر تشي سنة بيخواني خو أتوانيش تترجم خواني بس تشي سنة السنة لمن أوتر ب3 أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة سورة الإخلاص وله أحيانا أن يقرأ بغيرها مما تيسر من القرآن أما كالسنة سورة أعلى سبح اسم ربك الأعلى لركات كمال لركات دوما كافرون لركات سيما إخلاص سورة إخلاص وجار شطوان شتي تريج بخوانيت يعني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن بلى أم حديث أبي باسكا فرمي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لن يجي وترا سبح اسم ربك الأعلى يخوان دل ركعت كمال ركعت وما قل يا أيها الكافرون لركعت سيما قل هو الله أحد وسلامنا داوى إلا لا آخران به يعني آخري سيركاتك أما نجي ويتر بله صلاة الضحى لا تاير بوستين كارم خواهي تعالى بخاطرنا وجوانا كان يخوي لماني قبول بك وهداية من داود مزرعة ومن مكان السردين دارتي والأسر الإسلامتي وصلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.